جاسوسة كانت بتقتل كل اللي كانت بتجندهم، وبسبب مخالفتها للأوامر للقائد بتاعها أمر بإنها تتصفى. انزل اشترك في القناة وانشر القصة على قد ما تقدر عشان الكل يستفاد. يلا بينا نبتدي الحكاية. سنة 1998 سيدة كندية اتصلت بالشرطة، فبعد ما الشرطة جت قالت لهم إن زوجي متغيب من 3 أيام وأنا شاكة إن هو اتقتل أو اتخطف. فالشرطة سألت السيدة بعض الأسئلة، يبان من الوهلة الأولى إن هو بلاغ عادي، لكن المفاجأة اللي حصلت هي اللي غيرت مجرى القصة كلها. لما سألوها عن زوجها بيشتغل إيه، قالت لهم مهندس إلكتروني في تجميع الطيارات. من هنا بقى اتغيرت مجرى التحقيقات كلها. ابتدوا يسألوا أسئلة زيادة. قالوا لها ما لاحظتيش أي حاجة على جوزك في الفترة الأخيرة؟ افتكرت حاجة مهمة جدا. قالت لهم في آخر 10 أيام كان زوجي متوتر جدا جدا، وكل ما أسأله يقول لي ضغوط الشغل. ولكن مع سؤالي أكتر من مرة ابتدى يقول لي إن أنا اتعرفت على واحدة إنجليزية، والبنت دي ابتدت تسألني أسئلة خاصة بالشغل بتاعي عن الدوائر الكهربائية الخاصة بالطائرات، وأنا منعتها كذا مرة وقلت لها إن أنا هبلغ عنك لو سألتيني أسئلة تخص شغل تاني. فده خلى رجال الشرطة يعملوا حملة مكثفة عشان يلاقوا المهندس ده. وفعلا بعد بحث مكثف وفي خلال 24 ساعة وجدوه في غابة من غابات كندا أو مقاطعات كندا. المهم إن الغريب إن لقوا جثته داخل السيارة بتاعته، وتقريبا داخلة على حالة تعفن. لقوه مضروب برصاص في رقبته، والمسافة ما بين المسدس ورقبته 0. ولقوا كمان المسدس اللي كان مضروب بيه تحت رجليه في الدواسة. معنى كده إن الشخص ده انتحر. ولكن بعد البحث لقوا إن الراجل ده مفيش أسباب معينة تخليه ينتحر، لأنه هو ماديا مرتاح ومفيش أي مشاكل عائلية. وابتدى البحث يتكثف تاني. وصلوا لحد الشغل بتاعه، يسألوا هناك عن طبيعة عمله. ولكن المفاجأة اللي لقوها إن كان في مهندس شغال في نفس المكان بتاعه واتقتل، والقضية اتأيدت ضد مجهول. فده اللي خلاهم يشكوا إن الموضوع فيه حاجة تانية. فرجعوا الكلام الزوجة والكلام عن السيدة اللي هو اتعرف عليها، وبعد البحث عرفوا إن السيدة دي جاسوسة روسية واسمها تانيا ماركوفا. نرجع بقى لحكاية تانيا من الأول. بتبتدي الحكاية لما تانيا كانت عايشة في بيت أهلها، وكان بيت أهلها عبارة عن قائد عسكري وعضوة في الجيش، يعني كله أوامر. يعني هي طالعة أصلا على نظام عسكري صارم جدا. ولما كبرت تانيا اتقدمت لمعهد اسمه ريد بانر. المعهد ده كان ليه كذا تخصص، منها جزء متخصص في الرماية والقنص، وجزء تاني متخصص في الدفاع عن النفس، والجزء الأخير الجاسوسية. فهي دخلت الجزء ده. وخلي بالك المعهد ده اللي كان متخرج منه فلاديمير بوتين. نرجع بقى لتانيا. بعد ما اتدربت ووصلت لأعلى درجات في الجاسوسية، في الوقت ده جت أخبار للمخابرات الروسية إن كان بيحصل حاجة في المصانع الخاصة بالطيران الكندي. فكانوا عايزين يعرفوا إيه اللي بيحصل داخل المصنع ده. ففكروا إن هم يزرعوا حد جوه المصنع، فلقوا إن الفكرة ما تنفعش. فقالك إحنا ممكن نجند أي حد من داخل المصنع ويبتدي يرسل لنا المعلومات دي. وملقوش أفضل من تانية إن هي توقع أي حد من المصنع ده عشان تقدر تجنده وتاخد منه المعلومات اللي هم عايزينها. بس ما كانش ينفع إن هم يودوها كندا على طول. وملحوظة تانية بتتكلم إنجليزي جيد جدا بحيث إن هي ما تتكشفش حتى في اللغة. فلقوا إن هم عشان يدخلوها كندا لازم يدخلوها كشخصية
إنجليزية بباسبور إنجليزي. ففعلا قامت بالرحلة من روسيا لهونج كونج، ومن هونج كونج راحت على لندن وابتدت تدور على شغل. فنزلت في بيت مع مجموعة شباب إن هي تسكن معاهم، وابتدت تدور على شغل عشان تبين لهم إن هي فعلا جاية تدور على شغل، وكانت بتحاول تثبت ده للناس كلها عشان يبقوا واخدين بالهم. وقعدت فترة طويلة تدور على شغل، لكن للأسف الموضوع فشل، ودي خطتها عشان تقدر تهاجر لكندا. فابتدوا يلموا لها زمايلها مع بعض عشان تقدر تسافر، وفعلا هاجرت لكندا ونزلت في مكان اسمه مونتريال، وبرضه قعدت تدور على شغل لحد ما لقت شغل في مخبز. قعدت فيه 6 شهور بالظبط، لحد ما جات لها الأوامر إن هي تتنقل لمنطقة تانية اسمها إيتاوا أو اسمها إيتاو. فعلا راحت لمنطقة إيتاو، لكن في مكان مخصوص جدا، في سكنات أو السكنات الخاصة بالمهندسين اللي هم شغالين في شركة الطيران أو مصنع الطيران، عشان تبقى قريبة منهم وتقدر تاخد المعلومات اللي هي عايزاها. والمنطقة دي كانت مليانة مطاعم، فابتدت هي تظهر في المطاعم دي عشان تلفت الأنظار. طبعا انتوا عارفين تلفت الأنظار ازاي، ابتدت تلفت الأنظار للناس كلها، لكن خدت فترة عشان تكلم أي حد، عشان تشهر نفسها زيادة عن اللزوم. اتعرفت على شاب هناك عشان تقدر من خلاله ترسل الرسائل اللي هي هتبعتها للمخابرات الروسية وتستقبلها. وده عن طريق ايه؟ ان تاخد منه الرقم البريدي بتاعه، بحجة ان هي لسه جديدة في كندا وما عندهاش رقم بريدي. وفعلا ابتدت ترسل وتستقبل الرسائل عن طريق البريد بتاع الشخص ده. فترة اتعرفت على شاب تاني يوزي غلافي، وكان الشاب ده مهندس تخطيط في مصنع الطيران اللي هي كانت عايزة تاخد منه المعلومات أو عايزة تعرف عنه المعلومات. وابتدت العلاقة تتطور ما بينهم لحد ما وصلت لدرجة طبعا انتوا عارفين، وابتدت تسأله الأسئلة اللي هي كانت عايزاها. كانت عايزة تعرف معلومات عن التخطيط الخاص بالطيران. طبعا الشاب ده أول ما سمع كده قال لها اوعي تسأليني أسئلة خاصة بالشغل بتاعي، وحذرها أكتر من مرة لحد ما قال لها إن أنا هبلغ عنك. طبعا هي قلقت وخافت، فقررت إن هي تقتله، وفعلا قتلته وحطته في مزرعة للدواجن مهجورة. فلما الشرطة عثرت عليه ما عرفوش إيه سبب الموت، فابتدت المخابرات الروسية ترسل لها رسائل إن هي تقف عن العمل أو تجمد كل حاجة هي بتعملها. طبعا عرضت عليهم إن هي تفتح محل الملابس في نفس المنطقة دي، عشان السيدات أو زوجات المهندسين لما يجي يخش المحل تقدر تتعرف عليهم وتاخد المعلومات اللي هي عايزاها. وفعلا عجبتهم الفكرة وفتحت محل، بس بشرط إن هي برضو تفضل مجمدة كل حاجة، تبعت ولا تستقبل. وفضل الموضوع ده لحد سنة 1998. فابتدت هي تخالف الأوامر وابتدت تشتغل من غير القائد بتاعها ما يعرف. وهي في الوقت ده ما تعرفش إن المخابرات كانت بعتلها واحد يراقبها عشان يراقب إذا كانت ابتدت تعمل أي حاجة تاني مخالفة ولا لأ. هي قالت إن أنا هبتدي أشتغل تاني من غير ما يعرفوا عشان يكتبوا اسمي في التاريخ إن أنا عملت حاجة لبلدي. ولكن للأسف ده كله جه على دماغها لما في يوم من الأيام دخل عليها شخص داخل المحل، شاب مهندس كان جاي يسأل على حاجات والدته نسيتها داخل المحل. ومن هنا ابتدت تتعرف عليه وتتطور العلاقة ما بينهم، ووصلت نفس العلاقة القديمة، لأن ده شخص مهندس
وشغال في نفس المكان اللي المهندس التاني شغال فيه، بس ده شغال في الأجهزة الإلكترونية الخاصة بتركيب الطائرات. وبرضه اتطورت العلاقة، ومن هنا ابتدت تسأله الأسئلة المعتادة بتاعتها عن معلومات عن الشغل بتاعه. وطبعا المهندس ده طلع نفس كلام المهندس التاني، قال لها لو سألتيني عن أي حاجة عن شغلي هبلغ عنك. وهنا برضو كان المخابرات الروسية عرفت إن هي ابتدت تشتغل من وراهم، فأصدروا أمر بتصفيتها. وكان كمان عرفوا موضوع المهندس، فبعتوا لها 2 يقولوا لها إن إحنا هنساعدك إن أنت تقتلي المهندس عشان ما يكشفش الساتر بتاعك. قالوا لها إن إحنا هنديكي مخدر تحطيه في المشروب أو في الأكل بتاعه. وهم فضلوا مستنيين في الشقة، وهي بعتت المهندس عشان يجي يقعد معاها وتصالحوا عن كل الكلام اللي هي قالته له. وفعلا اقتنع بكلامها وجالها وحطت له المهدئ أو المنوم ده في الأكل أو في المشروب بتاعه. راحوا الاتنين اللي كانوا معاها في الشقة خدوه وحطوه في العربية بتاعته، وخدوه في غابة مهجورة، وعملوا اللي قلته أنا في أول القصة. وكان في أمر في نفس اليوم صادر بتصفية تانية، وفعلا تاني يوم على طول وهي نازلة رايحة شغلها، عربية بأقصى سرعة راحت شايلها واتأيدت ضد مجهول. وبكده حكاية تانية تبقى خلصت، الجاسوسة التي تقتل كل من تجندهم. لو عجبتكم القصة انزلوا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس عشان كل جديد انا بعمله يجيلكوا، وانشروا القصة على قد ما تقدروا. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.